أنا مش جميلة زي البنات. أنا زهرة، ودي بنتي زينة، ودي حكاية جديدة من سلسلة علمي بنتك. زينة: ماما، أنا مش عارفة ليه بس ببص في المراية كتير اليومين دول. كل ما أشوف صور البنات اللي في المدرسة أو على النت بحس إني أقل منهم. أنا مش جميلة يا ماما. جميلة إزاي؟ قصدك إيه يا زينة؟ يعني شعري مش زيهم، ونفسي يبقى وشي رفيع، ونفسي عندي بشرة صافية، نفسي الناس تقول عني إني حلوة. عارفة؟ الكلام ده سمعته من بنات كتير جداً، وكل واحدة منهم كانت حلوة بطريقتها، بس مشكلتها إنها كانت بتقارن روحها بغيرها. طب ما الناس بتحب اللي شكله حلو، اللي عندها خدود ناعمة، عيون ملونة، ضحكة زي المودلز. طب اسمعيني، عارفة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في القرآن؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني مش بس خلقك، ده خلقك في أحسن شكل ممكن يناسبك. مش لازم يكون عندك عيون زرقاء ولا خدود وردي عشان تكوني جميلة. بس محدش بيقولي كده. حتى في المدرسة لما بنت جديدة تيجي كلهم يتجمعوا حواليها، وأنا بحس إني مش ملفتة لحد. اللي بيلفت الناس بسرعة مش دايما هو الجمال، أوقات بيكون شيء جديد أو مجرد اختلاف. بس الجمال الحقيقي هو اللي يثبت ويخلي الناس تحبك من غير ما تعرف تفسر ليه. يعني انتي شايفاني جميلة؟ أنا شايفاكي من أجمل البنات اللي شفتها في حياتي. وعارفة ليه؟ علشان عينيكي فيها طيبة، وضحكتك فيها صدق، وعقلك أجمل من أي صورة. بس لو أنا حلوة، ليه ما حدش بيقولي كده؟ ليه بحس دايماً إن غيري أحسن؟ علشان إحنا تربينا إن الجمال حاجة بتتقال من بره، بس الحقيقة الجمال شعور بيبدأ من جوه. لو صدقتي إنك جميلة هيصدقك كل اللي حواليكي، ولو فضلتي تستني رأي الناس هتفضلي تشكي في نفسك طول الوقت. طب أعمل إيه يا ماما؟ أبطل أبص على البنات التانيين؟ لأ، بصي بس بحب، من غير مقارنة. اتفرجي على الناس وتعلمي منهم، بس ما تنسيش تبصي لنفسك في المراية وتقولي أنا كمان عندي حاجات حلوة. يعني أقول على نفسي إني حلوة حتى لو مفيش حد قال لي كده. أيوة، قولي. اللي هيحبك بجد مش هيبص على شعرك ولا طولك، هيشوفك زي ما ربنا شايفك، جميلة ومميزة وكاملة. طب لو جه يوم واتكسر إحساسي بنفسي تاني، ساعتها تيجي تحكيلي، وتفتكري دايماً إن الجمال مش صورة، ده نور يطلع من جوه القلب لما تبقي راضية عن نفسك. كل يوم بنتي زينة بتتعلم حاجة جديدة، وأنا كمان. علمي بنتك إن الجمال مش مقياس ولا منافسة. علميها تحب نفسها زي ما هي، وتشوف في ملامحها نعمة مش مقارنة. بشوفكم في حلقة جاية من علمي بنتك، بصدق وبحب وبأمان.